السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وخير. وتتوالى تنظيفات العيد الكبير او الاكلات بتاع العيد الكبير زي ما انتم شايفين. احنا طبعا عدى العيد من حوالي اسبوع، ف هنقعد بقى بتاع 20 سنة كده بعد العيد ناكل في حاجات العيد. اللي عندها بقى ممبار، اللي عندها كوارع، اللي عندها طحال، كل الحاجات دي هتلاقوها الفترة دي على اليوتيوب مالية الفيديوهات ومالية البيوت. ربنا يجعل بيوتنا مليانة بالخير، اللهم امين. هنا انا كنت جايبه كيلو ممبار ونضفته، في الفيديو ده هتشوفوه وانا بنضفه معاكم. هنا كان متنضف زي ما انت شايفه كده، ده ممبار بلدي متنضف بيتي، يعني مش انا مشترياه متنضف، هو يا دوبك كان منضفه بس اللي هو ايه، قلب يعني مفضيه، بمعنى اصح مفضيه بس، لكن ما كانش متنضف، يعني هتشوفيه معايا. نضفته زي ما انت شايفه كده، وما ضفتش اي حاجه غير ملح وليمون وخل. ومن يعني من احلى الحاجه اللي انت تجيبيها في الاكلات دي، انك انت تجيبي الحاجه دي تنضفيها في بيتك، ما تستنيش لما تجيبها متنضفه. الكرشه، الكوارع، الحاجات دي حاولي تنضفيها في البيت، لان انا يعني جبت كوارع متنضفه من بره ما عجبتنيش. كنت انا منضفه عندي، لا في فرق شاسع ما بين التنظيف ده، وطبعا انا مش ضامنه تنظيف بره ده كان عامل ازاي، غير انها كمان ما كانتش حلوه، وانا اضطريت ان انا انضف فيها تاني. فتنظيف بره مش زي تنظيف البيت خالص. هنرجع بقى للممبار. زي ما انت شايفه كده الممبار متنضف يعني بطريقه سهله وبسيطه، وهتشوفيها معايا في الفيديو. اي حد ممكن يجيبه وينضفه عادي. الناس بقى اللي بتقرف والحاجات دي، فبتقرفي بقى انت حره، استحملي بقى اللي انت ايه هتجيبيه من بره. متنضف بانهي طريقه بقى الله اعلم. كل الاضافات اللي انا ضفتها ملح وليمون وخل، وده في اواخر مراحل التنظيف. يعني انا اول حاجه بعملها ان انا بجيب الممبار وبقلبه. طيب قبل بقى ما ابتدي معاكم بدايه الممبار والكلام ده، طبعا كلنا بيوتنا فيها حد في ثانويه عامه، اللي ملوش عنده في بيته نفسه، عنده ابن اخته، ابن خالته، ابن عمه، ابن اخوها كده. فدعوه لاخواتنا اخواتنا اللي في ثانويه عامه، لان هم محتاجين فعلا ان احنا ندعي لهم الفتره دي، فربنا يسترها ويكبر بخواطر اولياء الامور. يعني يا ريت كل طالب وطالبه داخل الامتحان او داخل ثانويه عامه يبقى عارف ان هو مش بيحقق حلم نفسه بس، ده بيحقق حلم اهله فيه. فحاولوا على قد ما تقدروا تجتهدوا عشان اللحظه اللي بتفرحوا فيها قلوب الاب والام. ربنا يفرح قلوب ابهاتنا وامهاتنا جميعا يا رب، اللهم امين. ويا رب يرزقني كده بسنه سهله وبسيطه ان شاء الله، لما يبقوا اولادي في ثانويه عامه ويجيبوا لي مجموع كويس. ادعوا معايا ان ربنا يكبر بخواطرنا فيهم، اللهم امين. هنا بقى كنت دخلت بقى على الممبار. انا هنا مبطئه الفيديو خالص، عشان يعني لو في واحده مبتدئه وازاي اقلب بالممبار والكلام ده. الممبار قلبه من اسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها. يعني ممكن تجيبي معلقه كبيره تقلبيه عليها، ممكن عصا، ممكن المسن، ممكن تقلبيه زي ما انا ما بقلبه كده بايدي عادي. بتقلبيه زي ما بتيجي تحشيه. يعني شوف احنا ما بنحشي الممبار ازاي، بصوابعك كده وهتبصي تلاقي الدنيا شايفه زي ما انت شايفه كده هو بيتقلب معايا. هنا الممبار كان جايني متفضي بس، يعني مش متنضف. طبعا كل اللي انت شايفاه ده انا هكحته بالسكينه قدامك دلوقتي، وانا كنت بنضف كمان كانت الميه قطعه، يعني دي كانت مشكله. يعني الممبار كمان بيسهل معاكي لما بتبقى الحنفيه شغاله، بيسهل معاكي خالص. طبعا الحوض يا اولاد انا غسلاه ومنضفاه وحاطه فيه، لان انا مش هكتفي بمره ولا 2 ولا 7 مرات غسيل. انا الحاجات دي بحب اغسلها كتير قوي، بحب اغسلها بملح وبليمون وبخل، ودي الاضافات اللي انا قلت لك بحطها بس في التنظيفات دي، ما بضيفش اي حاجه تاني. فهقلبه تاني قدامك اهو. يعني انا كنت قلبه معظم الممبار، بس قلت ايه مخليه 2 3 كده، قلت ايه اقلبهم قدام اي يعني قدامكم في الفيديو، عشان لو حد ما بيعرفش يقلبه ولا حاجه وما تلاقيتش حاجه تقلبه عليها، فتبقى الموضوع بالنسبه لها سهل. تدخليه بصوابعك زي ما انت شايفه كده، وبعد كده ايه بتحاولي بقى بسلاسه كده انك انت تدخلي الممبرايه في بعضيها لحد ما بيقلب معاكي. لو انت لسه بادئه والدنيا لسه معاكي صعبه، يعني حاولي تقطعيه على قد ما هتعمليه. انا يعني دايما كنت بقطعه، بس انا المره دي حابه اعمله بطريقه مختلفه شويه، فسبته طويل زي ما انت شايفه كده. فبرضو ده سهل، مش صعب. والحاجات اللي انت بتحبيها او جوزك بيحبها او ولادك بيحبوها، او لو لسه عروسه جديده لسه بادئه حياتها وعايزه تاكل الحاجات دي، طبعا كل البنات في بيوتنا طالعين متعلمين، مفيش بنت دلوقتي ما بتعرفش تنظف مش زي زمان. وهتقولي لي بقى انا بختلف معاكي، لا البنات زمان كانوا متعلمين، لا ما كانتش زي دلوقتي. البنات دلوقتي لهم في كل حاجه،
لهم في النت ولهم في الاكل ولهم في الشرب ولهم في كل حاجه، يعني على كل لون يا بطاطا زي ما تقولوا. الا بقى بعض الناس اللي هم ايه يعني مكبرين دماغهم اصلا من المطبخ وما لهمش غرض لانهم يدخلوا المطبخ وينظفوه يعني ويشتغلوا فيه. الفيديو انا حاسه ان انا بتكلم كتير، بس هو الفيديو معلوماته بسيطه يعني. زي ما انت شايفه كده انا جبت الممباره وحطيتها كده على الحوض، وطبعا انا بشده كده، وشايفه بقى كل البلاوي اللي طالعه منه دي. خدي بالك في ناس كتيره بتجيبه من عند الجزار تحشي بالمنظر ده، تغسل وخلاص، تقلب وخلاص وتغسل وخلاص كده، ما بتشوفش البلاوي اللي طالعه منه دي. فلا ما تبقي انت بتعملي الحاجه وبتحبي بقى يعني من مزاجنجيه بتوع الاكل ده، لازم تبقي حريصه قوي في تنظيف الحاجه دي. لازم الحاجات دي تتنضف حلو قوي وتتغسل كويس جدا، يعني مش مره ولا اتنين ولا تلاته، ما تستخسريش، اغسلي على قد ما تقدري. هفضل اكحت فيه كده بقى على وشه ده وعلى وشه ده لحد ما انضفه خالص. ويا ولاد انا قلت لكم ان انا مبطئه الفيديو عشان خاطر ما يبقاش الدنيا ايه يعني مش واضحه. شوفي كل ما بتكحتي فيه بيطلع بلاوي اهو، كل الحاجات دي كلها هتختفي معاكي. شايفه بقى انت الفرق كمان من شكل الممبار قبل وبعد؟ يعني حبيت اجيب لك النهايه في الاول عشان خاطر تشوفي هو وصل لحد فين، عشان يعني لو ما حبيتيش تكملي الفيديو للنهايه تبقي عارفه النتيجه كانت ايه. فنتمنى طبعا انك تكملي الفيديو معايا. تفضلي بقى تكحتي فيه كده لحد ما كل ده يطلع منه وتبقى الدنيا معاكي حلوه. بالنسبه بقى للكوارع بتتنضف بكذا طريقه. يعني انا الكارع اللي انا اشتريته من بره ده كان متشيط على ما اظن، يعني اللي هو بطريقه التشييط، انك تشيطي الكارع تحطيه على النار وتفضلي تحكي فيه بالسكينه وبعد كده تبليه شغلانه كده بتسمر الكارع اولا، تخلي شكله مش كويس، مش بينضف اخر حاجه ولا احلى حاجه. لا، فانت الميه اسهل حاجه واحلى حاجه في الحاجه دي. طيب الكارع او الكوارع او الكرشه عشان انضفها كويس، او تنظيف عموما، تنظيف الطيور عموما، او تنظيف الحاجات اللي هي زي دي، بتحتاجي انك انت تسخني الميه بس مش قوي. يعني الكوارع ما تسخنيلهاش الميه قوي، لازم الميه تبقى هاديه، وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده، تستحمليها كده. والكرشه نفس النظام. طيب انا هنا بعد ما نضفته وكحته خالص ضفت عليه ملح كتير. الملح كتير ده بقى هتفضلي تضحكي. عارفه انت بتعملي له ايه؟ سكراب، باين تالي سكراب صح، اللي هو الملح والسكر اللي بنحطه في بشرتنا ده. انا ما بحطوش والله، بس انا بسمع عنه. فهتفضلي بقى تدعكي بيه كده وبالملح وده لحد ما ينزل بقى كل البلاوي اللي فيه. تشوفي الميه دلوقتي وهتشوفي الميه بعد شويه بتبقى عامله ازاي. زي ما قلت لك الحاجات دي احلى حاجه انك انت تغسليها، يعني تعمليها في بيتك عشان انت تغسليها قوي، تبقي بتاكلي الحاجه كده وانت مطمنه عليها. وبرده قلت لكم ان الميه كانت قطعه، فعلا الميه كانت قطعه وخلصت وهي الميه قطعه. هتعملي ايه بقى؟ بغسله زي ما انت شايفه كده. هفضل بقى اغسل فيه لحد الميه بتاعته دي ما تروق، وهوريك الميه بتاعته في النهايه بتبقى عامله ازاي. حطيته بقى تاني في الحوض كده بعد ما نضفت الحوض تاني من الحاجات اللي كانت فيه، وصفيته برده ورجعت حطيته في ميه تاني. هيفضل على الحال ده لحد ما احس كده ان انا نفسيتي مطمئنه. هنا بقى عندنا مرحله الغسيل اللي هو من غير اي اضافات، وبعد كده ضفت خل وهضيف، احنا ضفنا ملح في الاول، هضيف خل وهضيف ليمون. هسيبه شويه بقى في الخل والليمون، هيبصوا هيخلي الدنيا مفيش حاجه بقى. ده هتجيب القضيه، يعني هيقضي على كل حاجه فيه. لو في حاجه كده عدت من تحت ايدي ولا حاجه هتلاقي لا الدنيا حلوه قوي، وهتاكلي بقى الحاجه بنفس. يعني انا اتذكر مره، مش هتذكر عشان ايه الفيديو هيخلص معانا، فهو لو كنت وصلتي بقى معانا لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير وتفعيل الجرس لمحبتنا في اكلتنا. واشوفكم على خير في فيديوهات تانية اجمل واحسن. كل سنه وانتم طيبين. متنسوش تدعوا لاولادنا ان شاء الله ربنا ينصرهم وربنا ينجح مقاصدهم. اخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم يا رب، اللهم امين، وربنا يكبر بخواطرهم. انا موضوع فلسطين بيتعبني نفسيا، فما انا بعرفش اتكلم فيه بصراحه، فهو ربنا عالم باللي في قلوبنا. اشوفكم على خير بقى في فيديوهات تانية اجمل واحسن. بالله عليكم ما تنسوش اللايك والشير. يلا مع السلامه، كل سنه وانتم طيبين.